سطوا لك في راس المال. واضح. ها هما اليوم شنو كيديروا لك المخابرات المغربيه والجناح الموالي لاسرائيل في المغرب؟ كيضرب في الملك، كيجبد لك الكارطيل ديال المخدرات ديال الملك. ها الهمه ولا كياكل التصرفيق. هادشي ما كانش كيحدث قبل التطبيع، وما كانش شي واحد يتجرأ يفكر في هذا الشيء هذا قبل التطبيع. اش غيدير محمد السادس دابا لهاد المخابرات ديالو المدعومين من اسرائيل واللي كيتعاملوا مع اسرائيل، واللي الملك كيشرقوا هما كيغربوا كيخرجوا كيقول لك وكلنا اسرائيليون وتاز قبل غزه، والمغربي اللي غيدعم فلسطين غنصيفطو مول الحبس. اعطي اعلو. ها فرنسا دابا راه لاعبه غير واحد شويه ديال المقاومه تما. فرنسا دابا غير شويه ديال المقاومه، لان فرنسا براسها سيتم طردها من المغرب. راه اسرائيل اجرك على الله هذيك، انا تنقول لك اسرائيل اجرك على الله. البوليس ديالها شد البوليس لفرنسا كتفهم بحال الكلاب، وعطاهم العصا وخشاهم في سياره الامن الوطني، ووزير الخارجيه مجري كيدور ليا تما في نفس البلاصه فين تعتقلوا، وشاد التليفون ما عرفنا سميتو زينب ولا كيدير السيلفي ولا روميو وجولييت. وساستدعي السفير الاسرائيلي مع العوده الى باريس. ليومنا هذا ما قدش يستدعي السفير الاسرائيلي.